حادثة غريبة شهدتها ولاية جيجل. حسب ما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عروسة رفضت ركوب أم العريس في سيارة العروسين، وهذا وقع يوم الزفاف ومباشرة بعد الخروج من قراءة الفاتحة والاتجاه إلى قاعة الحفلات. الأمر الذي أغضب العريس كثيرا، وتسرع برمي يمين الطلاق بالثلاث أمام كل الحضور، فيما فشلت كل محاولات الأقارب العروسين وبكاء العروسة، والتي أكدت أنها لم تقصد الإساءة. أما العريس لم يستطيع إقناعه بالرجوع في قراره، بل أصر وقال: لا مكان في بيتي لامرأة تهين أمي من أول يوم، وطلب إنهاء الحفل وانصراف الحضور.